مساء الخير على حضراتكم، وهذه الجولة الإخبارية السريعة وأخبار القاهرة. وأسعد من خلال هذه الجولة وضيفي الكريم اللي هيكون بصحبتنا محللا ومناقشا للعديد من أخبار هذا اللقاء، الكاتب الصحفي الأستاذ سمير الدسوقي. برحب بحضرتك اهلا معانا. بكم واهلا بكل الساده المشاهدين، وبشكر البرنامج على الدعوه الكريمه دي، وربنا يسهل كده ونطلع حلقه كويسه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. واتمنى حضرتك دايما معودنا يكون معاك كده ان اخبار شاء حصريه ان شاء الله باذن في الله نهايه باذن الله اللقاء. باذن الله. شكرا لحضرتك، والى فاصل، وبعد الفاصل نبدا باول اخبار هذا اللقاء. ونبدأ بأول خبر. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى القصر الرئاسي التنزاني، حيث كان في استقبال سيادته الرئيسة التنزانية سامية حسن. وصافح الرئيس السيسي أعضاء الوفد التنزاني، وكما صافحت الرئيسة التنزانية أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس السيسي. وشاهد الرئيس السيسي عرض فولكلوري يعبر عن التراث التنزاني، كما سجل سيادته كلمة في دفتر التشريفات. أستاذ سمير، زيارة الرئيس النهاردة إلى تنزانيا طبعا، وبقول عايز اقول لحضرتك على حاجه. نعم. ان افريقيا دلوقتي بقت غير افريقيا من كذا سنه مع مصر. بقينا دلوقتي بنكون سياده الرئيس في الفتره الاخيره بنلاحظ ان هو بيزور عدد كبير من الدول الافريقيه. نعم. يمكن الكونغو، بدا بغينيا وغانا، وحاليا دلوقتي بدا بتنزانيا. تنزانيا دي مهمه جدا بالنسبه لمصر. مش عايز اقول لحضرتك يعني ان كميه الاستقبالات والحفاوه اللي قوبل بها سياده الرئيس من قبل رئيسه جمهوريه تنزانيا السيدة سامية حسن، فكانت كويسه جدا. نعم. المؤتمر الصحفي اللي عمله، المقابلات، مأدوبة الغداء اللي هي عملتها، كميه الحفاوه اللي اتقابل بيها سياده الرئيس النهارده يمكن ما حصلتش قبل كده، وان دلت على شيء بيدل على ان الدبلوماسيه المصريه في طريقها الى التقدم باستمرار، خاصه في الناحيه الافريقيه. احنا كنا نعم. مفتقدين دي جدا. نعم. مش عايز اقول لحضرتك برضو ان يمكن الخبرات المصريه سياده الرئيس امر بيها ان هي تستمر في العاصمه دار السلام في تنزانيا. الخبرات المصريه، التبادل التجاري اللي حصل بيننا وبينهم في مجال النقل، في مجال الكهرباء، الميناء اللي هيتعمل من سفاجه لدار السلام، ده مهم جدا جدا جدا. أستاذ سمير، احنا يعني الخبر التالي هيكون معانا جانب من كلمة السيد الرئيس، وهنستمع إليها، وقادرة هذه الكلمة على أنها تدينا كمان كتير من المؤشرات. ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع بين سيادته مع رئيسة تنزانيا السيدة سامية حسن، أعرب فيها عن تقديره العميق للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتنزانيا من خلال روابط تاريخية، وهي علاقات ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات. نستمع إلى هذا الجانب من كلمة السيد الرئيس وفي انتظار حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لوسائل الإعلام، واسمحي لي فخامة الرئيسة دكتورة سامية سلوحو حسن رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، واسمحي لي ان انا ادعوك الشقيقة الفاضلة دكتورة سامية كل التقدير والاحترام والاعتزاز بشخصكم، وكل الدعم من أشقائكم في مصر لفخامتك وللشعب التنزاني. السيدات والسادة الحضور، أود بداية أن أعرب عن خالص سعادتي بوجودي في بلدكم الشقيق، وأن أتوجه بجزيل الشكر إلى فخامة الرئيسة سامية سلوحو حسن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديري العميق للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتنزانيا من خلال روابط تاريخية، وهي علاقات ظلت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات. السيدات والسادة،
نعلم جميعا حجم الروابط المميزة بين شعبينا الشقيقين التي تمتد عبر قرون من التاريخ المشترك والتفاعل الثقافي والمجتمعي، وهي الروابط التي أسست لعلاقة شراكة استراتيجية ناجحة بين بلدينا. لقد نجحت إرادتنا السياسية وعزمنا المشترك في تطوير علاقات التعاون بين بلدينا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء في الأطر الثنائية أو على صعيد التشاور السياسي والتنسيق المسبق وتقريب وجهات النظر وتوافق رؤى حيال مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية. لقد أجريت مع فخامة الرئيسة دكتورة سامية اليوم مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا في خدمة مصالح شعبي البلدين. وكان لقاء اليوم مع فخامة الرئيسة بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول سبل إحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي تحقيقا للمنفعة المتبادلة ودعما للتنمية المشتركة، خاصة الدفع قدما بكافة أوجه التعاون الاقتصادي بيننا، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وتكثيف التعاون الثنائي بمشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والواعدة، مثل التشييد والبناء والطرق والنقل البحري والمواني والمناطق اللوجستية والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي والري والدواء والمستلزمات الطبية وغير ذلك من المجالات التي تحظى باهتمام البلدين. ولقد أكدت في حديث اليوم مع فخامة الرئيسة دكتورة سامية صلوح حسن تطلعنا لتوظيف النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تشييد مشروع سد جوليوس نيريري العظيم في إتاحة مزيد من المشروعات التنموية التنزانية أمام شركاتنا الوطنية والاستفادة من الأصول المتعددة التي تتواجد في هذه المرحلة على الأراضي التنزانية، ومن الخبرات الكبيرة التي تراكمت لديها في تعزيز قدراتنا على العمل المشترك وتحقيق مزيد من الإنجازات وصولا إلى الارتقاء بحجم علاقاتنا إلى المستوى المأمول. ولتحقيق هذه الغاية فقد وجهت بتكثيف نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وزيادة برامج التأهيل والتدريب التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في تنزانيا الشقيقة في مختلف القطاعات والمجالات، وذلك لإطلاق كل الطاقات الكامنة والواعدة في علاقاتنا. كما تباحثنا بشأن فرص البدء في مشروع استصلاح زراعي في الأراضي التنزانية بهدف تحقيق الأمن الغذائي للبلدين وتلبية الاحتياجات الوطنية من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، مع العمل على توسيع رقعة هذا المشروع على مراحل متلاحقة والانتقال به إلى مرحلة التصدير. وجددت الإعراب عن استعدادنا للانخراط في مشروع توسعة ميناء دار السلام وتطويره، مع ضرورة وضع مخطط تطوير الميناء ضمن تصور أوسع لمخطط المحاور اللوجستية الإقليمية وربطه بدول جوار تنزانيا. وبحثنا أيضا مقترح استحداث خط ملاحي للربط البحري بين ميناء سفاجة ودار السلام، وإنشاء ممر متعدد الوسائط يربط بين القاهرة ودار السلام، وذلك عن طريق إقامة عدد من المشروعات التنموية المشتركة. السيدات والسادة، لقد عربت لفخامة الرئيس عن تقديرنا للمواقف الإيجابية والمتزنة التي تتبناها تطلعي لتعزيز الدور التنزاني الإيجابي والبناء الذي يقوم على تشجيع إرادة التفاهم وروح التعاون بين الأشقاء شركاء النهر في منطقة حوض النيل. كما تناولنا القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، وكذلك سبل تعزيز العمل الإفريقي الجماعي. واتفقنا على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. فخامة الرئيسة دكتورة سامية صلوح حسن، سعدت بلقائكم اليوم، وأتطلع لمزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية الغالية، وأتمنى لتنزانيا ولشعبها الشقيق كل الخير والاستقرار والتقدم.
مرة أخرى أتوجه لكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وشكرا جزيلا. تابعنا هذا الجانب من كلمة الرئيس. وأستاذ سمير، يعني حضرتك كنت ذكرت قبل ما نتابع هذا الجزء إنه في تبادل يعني الخبرات العديد والتبادل من التجاري والعديد من الاتفاقيات. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمه الاخيره في 3 نقط نحب نتكلم فيهم. النقطه الاولانيه الترحاب اللي هو اشاد بيه ولقاه من جانب رئيسه تنزانيا والمسؤولين في تنزانيا، ده ان دل على شيء بيدل على مكانه مصر في منطقه الشرق الاوسط بصفه خاصه، وافريقيا بصفه اخص يعني. نعم. تعالى حضرتك نشوف تبادل الكلمه اللي سياده الرئيس قالها. قال لك ان هناك تبادل من الخبرات المصريه في جميع المجالات التجاريه، النقل، نعم. المواصلات، الكهرباء، لدرجه ان في حاجه مهمه جدا اتقالت ان الميناء سفاجه في البحر الاحمر هيكون مرتبط مع ميناء في دار السلام. وده أيوة. اللي هو بنقول عليه بقى الكهرومائي، يعني كهرباء وميه الاثنين في نفس الوقت. قال لك حضرتك ان تتخيلي ان الميناء ده هيجيب اكتر من 34 مليار متر مكعب لما يتعمل ما بين القاهره في سفاجه وبين العاصمه التنزانيه دار السلام، ويتعمل فيهم. اشادت بيه برضو الرئيسه ساميه حسن الرئيسه تنزانيا، وقالت ان ده بيبقى شريان حيوي ما بين مصر وما بين تنزانيا. نيجي حضرتك بقى للحاجه الاهم، ان رجال الاعمال، سياده الرئيس كان في رجال اعمال متابعين معاه في الرحله، حوالي اكتر من 52 رجل اعمال. في المؤتمر اللي حصل في بالجانبين كان في اكتر من 120 رجل اعمال من تنزانيا في المؤتمر. وكل ده لتبادل الخبرات. سياده الرئيس برضو قال في كلمته ان في شراكه بين القطاع الخاص من البلدين هتكون موجوده، مش بس الحكومات. ده دل على شيء بيدل على التناغم بين التناغم التجاري المفهوم ما بين البلدين، ما بين دار السلام وما بين القاهره. برضو في حاجه هو سياده الرئيس قال عليها برضو، ان هو هنى رئيسه تنزانيا بالولايه الثانيه. يعني دي الولايه الثانيه ليها، هو هناها كدكتوره ساميه حسن، هناها بالولايه الثانيه. وكان مؤتمر صحفي جميل جدا، افتتاح كل اللي كان يتقال ساعتها. الرئيس ايضا ذكر نقطه مهمه قوي، استصلاح الاراضي، ودي يعني شيء بنسعى له في مصر، وبالتاكيد تنزانيا ايضا تنزانيا بقعه زراعيه في افريقيا لا يستهان بها. فبالتالي استصلاح الاراضي مع الخبرات المصريه هيدي جانبين من الجانبين، جانب مصر وجانب تنزانيا. هيدي كميات كبيره من المحاصيل، هيدي كميات كبيره من الجانب الزراعي المتبادل ما بين البلدين. وده ان دل على شيء بيدل على عمق الاواصر وعمق الاتصال بيننا وبين تنزانيا، خاصه في الفتره دي. احنا في الفتره اللي فاتت حضرتك ويمكن الساده المشاهدين عارفين ما كناش لينا اطلاع على افريقيا. فتره جامده جدا قعدناها ما كناش لينا. دلوقتي الحمد لله توقفنا عن التواصل مع الاشقاء في افريقيا. دلوقتي الجانب الافريقي دلوقتي سياده الرئيس من وقت للتاني بنفاجئ في الكونغو، في غينيا، في غانا، في اوغندا، في تنزانيا. فكل ده بيدل على شيء، بيدل على ان مصر حاضره افريقيا من الفتره اللي جايه. نعم. نأمل يعني إن شاء الله كل الخير في الفترة القادمة. يمكن كمان عايزين نضيف حاجة، السفراء الأفارقة هنا كلهم بيشيدوا بأنهم بيتعاملوا معاملة، يعني بينخرطوا مع كل الدبلوماسيه المصريه في التعاملات بتاعهم. ما كانش حد بيسمع سفير افريقيا مثلا محافظ كذا استقبله، سفير افريقيا كان في الحته الفلانيه، كان كلهم بيقعدوا في السفارات بتاعتهم ما حدش بيحس بيهم. دلوقتي في تبادل الياباني مع الافريقي مع ده، ده بيدل على ان السياسه المصريه او الدبلوماسيه المصريه بقت متفتحه وقدرت تساعد الناس دي في كده. نعم، جميل. أيضا خبر خاص بالخارجية المصرية، حيث جرى اليوم اتصال هاتفي بين دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد بدر بن حمد البورسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. احنا بنتكلم هنا كمان في جانب آخر، في الجانب العربي. نعم. بقول لحضرتك مصر متفتحه لكله. يمكن وفي ظل كل ما يجري من احداث. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيعزي قطر في الفتره الاخيره، وراح بعد كده زار البحرين، واعلن صراحه ان اي اعتداء على اي دوله عربيه هو اعتداء على مصر. فبالتالي الدكتور بدر عبد العاطي هنا كان بيتصل بوزير خارجيه عمان اللي هو البورسعيد ده، وبيقول ان مصر معاكم قلبا وقالبا، مفيش اي اتجاه تاني، ان احنا اساسا بنعترض وبنعارض كل ما يهم وكل اعتداء على اي دوله عربيه شقيقه. وشفنا رئيس دوله الامارات كان هنا من يومين،
واسلوبه اللي زي عندنا. وشفنا سياده الرئيس من وقت لاخر بيقول لك اي اعتداء على الخليج او اي دوله عربيه هو اعتداء على مصر. نعم. فبالتالي ده بيجي نتيجه التناغم بيننا وبين العلاقات العربيه المصريه. نعم، اللي بنأمل ان شاء الله باذن الله يعني باذن الله طبعا، لان هو تنزاح ممكن حتى الوزير الأحداث بدر عبد العاطي من الضاغطة. الوزراء الناشطه جدا اللي هو حاليا بيقوم بالاتصال من وقت نعم. للتاني بجميع السفراء، بجميع الوزراء الخارجيه، بكل الندوات اللي بيحضرها بره والندوات الخارجيه برضه. نعم. إلى الداخل المصري، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول جهود القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وذلك بمركز الشهداء وأوسنا بمحافظة المنوفية. وجدد رئيس الوزراء الإشادة بجهود اللجنة في توفير خدمات طبية متكاملة بالمجان لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا. خليني اقول لحضرتك وللساده المشاهدين معانا من خلال البرنامج ان الدوله متمثله في سياده الرئيس ادت ميزانيه كبيره جدا للصحه وللتعليم. نعم. الصحه دلوقتي الدكتور مصطفى مدبولي بيصل ويجول مع وزير التعليم وبيقوموا بعمل حملات. يمكن وزير التعليم في الفتره الاخيره بيعمل حملات على جميع المستشفيات الحكوميه. نعم. فبالتالي اللجنه العليا الطبيه دي بيشرف عليها رئيس الوزراء شخصيا، بيشوف ايه اللي بيحصل فيها، بيتابع اول باول. نظره سريعه جدا، يعني ابى من ابى وشاء من يشاء، ان التامين الصحي والمعاملات في المستشفيات الحكوميه تغيرت تغير كل، مش هنقول كل وجزئي، هنقول على غير الاول. نعم. يعني انت دلوقتي لو رحت اي مستشفى هتجد في ناس تقول لك احنا بنعاني ما بنلاقيش اسره وما بنلاقيش لا، بتطلع تصريح بيقول لك دلوقتي في كل حاجه موجوده، بس نعم. انت شوف او بلغ قول. يعني الخطوط الساخنه اللي الدكتور مصطفى نعم. مدبولي بيشيد بيها الشكاوي، نعم. بلغ قول دلوقتي. لا بقول لك لازم ده حقيقي. يبتوا فيها، انا مش ده لاقي حته حقيقي. معينه، ده لا حقيقي. وفي اتصل أكتر من بالشكاوي موقف كذا. المواطنين بيقولوا احنا بالفعل لازم. ما هو انت بنتواصل اسعى مع وشوف. الخط مش معنى ان الساخن. انت مريض ما لقيتش مكان نعم. في حته بتدور على كذا، لا دور. آه. ما لا اقول لك انا رحت ورموني ومش لا لا لا، ما فيش الكلام ده دلوقتي في عقاب وشديد وصارم نعم. لكل مسؤول خصوصا في الناحيه الطبيه. فبالتالي اللجنه الوزاريه او اللجنه الطبيه دي بتصول وتجول المحافظات مع الدكتور مصطفى مدبولي. ويمكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الدكتور نعم. مصطفى مدبولي لما بيقوم من محافظه لمحافظه ويفاصل بيكون معاه حد طبي بيلاحظ، بيدخل بيشوف غير المشاريع وبيسال الموظفين وبيسال الممرضات وبيسال الدكاتره وبيشوف هنا موجود وهنا موجود. وبالتالي وزير الصحه ووزير التعليم العالي بيحذو حذو في المنطقه دي. نعم. يمكن شفنا في الفتره الاخيره في عقاب كان صارم لبعض الدكاتره وبعض مديرين المستشفيات في الفتره الاخيره. نعم. أيضا اختتمت فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. في هذا الخبر نتابع التقرير، وبعد التقرير ضيفي الكريم يعقب. اختتمت فعاليات التدريب المصري التركي المشترك العقاب الذهبي جولدن إيجل بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة التركية، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادتي قوات المظلات والصاعقة بجمهورية مصر العربية. وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات، حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتدريب على أسلوب اقتحام الغرف المغلقة والاقتحام الرأسي باستخدام محاكي الطائرة، وأسلوب التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على تنفيذ الإسعافات الأولية ودواعي إنقاذ الحياة.
وأسلوب استخدام الطائرات الموجهة بدون طيار وطرق مجابهتها، والتدريب على محاكي السقوط الحر بعمود الهواء، وتنفيذ القفز الحر العملياتي، كما تم تنفيذ قفزة الصداقة بأعلام الدولتين، والتي أظهرت المستوى الراقي والمهارات الفنية العالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة في التدريب. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتركية والملحق العسكري التركي بالقاهرة. تابعنا يعني أستاذ سمير هذا التدريب المشترك، وإحنا يعني دائما عهدنا إننا دولة ذات قيادة شريفة، زي ما الرئيس دايما عودنا إحنا دولة شريفة في زمن عز فيه الشرف طبعا. ولكن في هذا التوقيت إنه يكون في تدريب مشترك. خلي بال حضرتك المدلول التدريب العسكري، حط تحت كلمة العسكري دي خطوط تمام بيننا وبين أي دولة أيا كانت، ويمكن نعم. ده من فترة للتانية سيد وزير الدفاع وبيقوم مع تركيا. شفنا العلم المصري جنب العلم التركي من الضباط وهم قاعدين دلوقتي في التعليق بتاع نعم. الحلقة اللي حصل دلوقتي نعم. فبالتالي ده دل على شيء بيدل على في تناغم ما بين البلدين من عسكريا في تدريب مشترك، في تدريب هيبقى متبادل. هتلاقي التدريب ده هيحصل في أنقرة بعد كده زي ما حصل في القاهرة، ده أكيد مليون المية. حصلنا قبل كده على تدريبات عسكرية مشتركة مع عدد كبير من الدول نتيجة للثقافة العسكرية المصرية اللي بتنقلها للدول وبتستفيد منها من الثقافة العسكرية التانية. ده إن دل على شيء بيدل على إيه؟ بيدل على إن في ثقة تامة في القوات المسلحة المصرية من جانب الدول كلها ومن جانبنا احنا، ده أساسي. فبالتالي التدريب العسكري المشترك ده بيدي انطباع كبير جدا لكثير من الدول. بنقول ان مصر موجوده، ان مصر بتعمل، ان مصر بتكمل ولمصلحتها مش لمصلحه غيرها. احنا بنعمل كبلد اساسا لذاتنا، بنعمل كبلد لنفس ذات البلد، لكن ما بنشتغلش على حاجه تانية. مالناش دعوه. سياده الرئيس في الفتره الاخيره بيقول احنا داخليا مع نفسنا، ما بنحبش ندخل في شغل حد الداخلي. بالتالي الخارجي انا لازم اعمل ديفنس ليا، بشترك مع ده وبشارك مع ده، خصوصا عسكريا. عسكريا ما بيجيش بتدريبات بس، لا ده بتبادل الثقافه، بتبادل الندوات، بتبادل الزيارات. سيد وزير الدفاع كان لسه فتره بيقوم من هنا ومن هنا برضه افريقيا وعالميا. ده دل على شيء بيدل على حاجات كتيره جدا بالرساله بنوصلها للغير. نعم صحيح. أيضا خبر آخر، أنشأت هيئة الإسعاف المصرية وحدة الإعفاء من الرسوم إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية في التخفيف عن كاهل المرضى، على أن تتوافر بعض الضوابط التي أقرتها الإدارة من ضرورة بيان الحاجة لاستخدام السيارة من عدمه، والإفادة بتقرير الحالة الاجتماعية من الجهات المختصة. نتابع التقرير وبعد التقرير ضيفي الكريم يعقب. من المنزل إلى سرير الشفاء، رحلة شبه يومية مجانية بالكامل مخصصة لأبطال يحاربون أمراض الغسيل الكلوي والأورام. خدمة لم تقتصر على الطوارئ، بل أصبحت شريان حياة يربط المريض بجراعات أملهم دون أي أعباء مالية تذكر. هيئة الإسعاف المصرية قامت بتدشين المنظومة المميكنة لخدمات الإعفاء للمرضى الغير قادرين والأولى بالرعاية. يمكن احنا الفترة اللي فاتت قدمنا ما يقرب من 60,000 خدمة إسعافية مجانية للمرضى الغير قادرين والفئة الأولى بالرعاية من مرضى الغسيل الكلوي، وقدمنا 25,000 خدمة إسعافية مجانية أيضا لمرضى الأورام والأمراض المزمنة. الهيئة توسعت في منظومة الإعفاء لتشمل جميع الفئات الغير قادرة والأولى بالرعاية من حاملي بطاقات وتكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكامله، وايضا المرضى الغير قادرين على تحمل رسوم الخدمات الاسعافيه شريطه الاحتياج للنقل الاسعافي. المجانيه هنا لا تعني غياب الجوده، فالرحله تدار وفق اعلى المعايير العالميه للسلامه والصحه المهنيه، سيارات مجهزه وطاقم اسعافيه مدربه للتعامل مع ادق التفاصيل الصحيه للمريض طوال الطريق، تحت رقابه ومتابعه حيه من غرفه العمليات المركزيه للاسعاف. بنحتاج صوره رقم قومي وش وظهر، بنحتاج بحث اجتماعي من المريض بيجيبه من التضامن الاجتماعي،
بيحدد لنا فيه الدخل بتاعه عشان نحدد نسبة الإعفاء المطلوبة ليه. بنحتاج تقرير طبي من المريض عشان يوضح لنا المرض بالظبط وعدد المرات المطلوبة ليه. بنحتاج التأمين الطبي الخاص بالمريض، سواء تأمين صحي أو علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي شامل. سهلنا على ناس كتير وخلينا التقديم كله يبقى على الموقع، بدل ما كانوا بيروحوا المحافظات ويجوا هنا يقدموا الورق سهلنا عليهم، فبقوا بيرفعوا كل حاجة على الموقع، القرار والحالة الاجتماعية والبطاقة والطلب المقدم، ولو في قرار على نفقة الدولة ده تسهيلا عليهم كلهم. وكمان احنا بنرد برضو على الموقع فالقرار بيطلع له. كمان لو حد محتاج مناظرة فهو برضو بيبعت لنا، واحنا بنبعت فريق بيشوف الحالة لو محتاجة مناظرة فعلا فبيتم عمل التماس ليها وبنعمل أستاذ سمير، احنا هنا بنتكلم عن مرفق مهم، الإسعاف. الإسعاف مهم. نعم. يمكن ده الخطوة حضرتك اللي بنكلمها في اللجنة الوزارية اللي الدكتور مصطفى مدبولي كان بيشرف عليها، دي من ضمن النقاط الأساسية. في ناس كتير بتقول لك احنا بنطلب الإسعاف بتتأخر، هي مش عملية بتتأخر، هو الموقع الجغرافي بتاعك بيلزم سيارات الإسعاف ان هي تشوف اي طريق تانية. في واحد يقول لك لا صحيح. احنا بنطلب الإسعاف، بتقعد فين وفين عقبال ما تيجي؟ طب ما انت عندك الإسعاف من ناحية، عندك الشكاوى الساخنة من ناحية، دي حاجة. الحاجة التانية يعني انت بتاخد المريض بتروح بيه المستشفى، ما يعني في ناس بتقتحم المستشفيات، في ناس بتعمل كذا، في ناس بتعمل كذا، هو بيبقى خايف على المريض بتاعه وخايف على قريبه. ماشي يا سيدي، انت خايف على كده. الناحيه الطبيه لما اتقدمتش في قنوات تانية بتقدمها. يعني ما ينفعش ان انت كواخد مريض سواء جيت عن طريق سياره اسعاف او جيت لوحدك او جاي بايا كان انك انت تيجي تخش ولا لازم ندخل. ما بيقول لك ما فيش داعي لحد يدخل، المريض هيدخل لوحده. حصل لا قدر الله وفاه، بيحصل صراع انه لازم يدخلوا حد يدخل معاه. طب انت تدخل معاه فين؟ ما هو عشان حتى يعني يبقى في تركيز هي في الخدمة. قلب المريض نفسه واهله بيبقوا خلاص، بيبقوا حزينين عليه، بيبقوا خايفين عليه، خصوصا لما يكون راجل كبير معاه اولاده، معاه زوجته، معاه زميلته، ده بيبقى خايف جدا، وبالتالي بيطلب رعايه صحيه كامله. فانت طالب رعايه صحيه كامله، سيبهم وبعد كده هيطلع يقول لك انا فعلا لقيت كذا وكذا. نيجي حضرتك لنقطه الاسعاف هنا دلوقتي، هو التصريحات اللي اتقال او اللقطه اللي اتاخدت دلوقتي بتقول لك انت بتطلب الاسعاف، الاسعاف مرفق مهم جدا. نعم. اطلب الاسعاف. صحيح. مش هتيجي، لا انت بتقدم في واتساب هم عملوه، بتبعت ليه التقرير الطبي، بتبعت بيه حاله المريض، بتقول لهم انا عندي مريض كذا كذا موجود في الحته الفلانيه. لازم يكون في ثقافه معينه لينا. ما ينفعش ان انا اجي اطلب الاسعاف واقول لك الاسعاف ما جاتش. طب يا فلان اطلب، ما هو انت بتشغل الخطوط كلها وكل واحد قاعد بيطلب سياره الاسعاف في آن واحد. يعني ده بيطلب وده بيطلب وده بيطلب، وده ضغط. لكن لو واحد بس اللي يطلب وفي نفس الوقت يبقى في ثقافه. يعني انا عندي فكر، عندي رقم موبايل، عندي واتساب، هو بيقول هنا اديله التقرير الطبي، يقول لنا في كذا، يقول لنا في كذا عشان يجي. لكن هو يقول لك لا، ده ما هو بيقعد سنه عقبال ما يجي، عقبال ما يجي يكون مريض مات. طب ما انتوا عندكم ثقافه يا جماعه، شوفوا كذا، هو بيتابع عند دكتور معين، تابعوا معاه. ما فيش الدكتور لقيتوه، هات الاسعاف. في احيانا حالات بتستدعي في فتره الفجر الساعه 2 بالليل الساعه 1 بالليل مرفق الاسعاف، وبيقول لك شغال 24 ساعه، وفي متابعه يعني خطيره ليهم. والعربيات على اهبه الاستعداد ونبطشيات الى اخره. المواطن يكون عنده ثقافه ياخد حقه. احنا نفسنا يبقى عندنا ثقافه معينه للمواطن ياخد حقه بيها. ما يجيش يقول لك لا اما انا اتصلت وعملت، وبعدين يدور على فلان يكلم له علان عشان خاطر يعمل الخدمه كذا. طب ما انت عندك في ايدك كذا، انت دور وشوف. يعني انت اتصل ما لقيتش عملت، طب دور على حد تاني، دور كذا، لكن ما تاخدش المريض ويجي المريض لا قدر الله يحصل له حاله وفاه، او مش لاقي حد يدخله للرعايه، او مش لاقي حد يدخله كذا، يحصل ضرب. وده اللي بنشوفه في بعض الاحيان. في دكاتره بتموت من الضرب. في دكاتره بتموت، وفي ممرضين بيتعرضوا لمخاطر كبيره. وفي يعني العمال بيتهم. عشان كده بيبقى في اتصال، كل دايره اسم شرطه يبقى فيها حد موجود من رجال الامن من جوه. ليه؟ على اساس الحاله اللي زي كده. طب احنا مش عايزين نوصل للحاله دي، ما توصلوش الناس للحاله دي، لا خلينا يبقى في ثقافه، يبقى في فكر. يعني احنا كمواطنين يبقى عندنا الرؤيه واضحه، بناخد الحاله. ما انا بقول لحضرتك واكيد داخل المستشفى بيتم الاجراء ما تمش ما عملش انت لقيت كذا خلاص خده وديه حته ثانيه وبعد كده اعمل شكوتك. لا اعمل كذا، لكن ما تكونش تنزل تقتحم. ما دي مستشفى ودي غرفه عمليات ودي امكانيات ودي حاجات تانية هتقدر تكسر وتعمل وتضرب وده، وانا هعمل وانا طب ما هو مش بالدراع. طمن على المريض بتاعك وبعد كده ابقى شوف الدراع. لكن انا ما اجيش ادخل واقتحم واعمل واكلم والكلام ده كله. وخصوصا انه تاسيس المستشفيات دي بارقام عاليه طبعا جدا. الاجهزه الطبيه دلوقتي وكلنا دافعين ثمنها. طبعا. انت بتهدر المال اللي كلنا دافعين ثمنه. الاجهزه الطبيه مكلفه جدا دلوقتي طبعًا. في العمليات طبعًا. وهنا طبعا. انت ما لقيتش رعايه يا سيدي، ماشي دور واعمل.
لكن انا واحد من الناس لسه حد من قرايبي دلوقتي كان في الرعايه ومش لاقي مكانه بتاعه، عقبال ما جه كلمني وكده لا مكانه بتاعه عمل. فانت ما تخلي عندك يعني شجاعه وشوف، اتصل واسال وشوف ودور، لان دي الثقافه دي اللي احنا فاقدينها. وعلى فكره مش فاقدينها في الموضوع الاسعاف وده، لا فاقدينها في حاجات كتيره جدا. نتمنى يعني يكون كلنا عندنا وعي يعني. احنا عايزين يعني يمكن دي بقولها من خلال البرنامج، يبقى في كتيب يتعمل من يعني انا رايح اعمل بطاقه رقم قومي او جواز سفر، يتعمل لي كتيب ازاي اعمل كذا وازاي اعمل كذا، زي زمان لما كانوا بيقولوا لنا في الكراسات اللي بتيجي الارشادات اللي بتيجي دي. انا رايح دلوقتي اعمل بطاقه او رايح اعمل جواز سفر، اعمل لي كتيب يا عم في كذا كذا، انت لما تكون كذا. في ناس يقول لك يا عم انا هعمل بيه ايه؟ لو انت هتعمل بيه ايه ما انت غيرك هيستخدمه. في كل حاجه موجوده، لو انت مريض هتعمل كذا، لو حد يدخل على المواقع الرسميه برضو اعتقد فيه الارشادات. مش كل واحد عنده ثقافه المواقع دلوقتي. انت بتعمل الكتيب ده بتديهوله او تبعت الواتس زي ما بتبعت الشركات المحمول بتبعت رسائل، ابعتوا رسائل كذا، ايه المشكله؟ واخصمها، ما انت كده كده في الفاتوره وكده كده في الشحن بتخصم، ما تبعت بقى ايه الارشادات ديت ليهم. فكده الاسعاف عشان تجي لك سهله اشرح كذا وكذا وكذا، عشان تجي لك سياره الحمايه المدنيه اشرح كذا كذا كذا، عشان تجي لك سياره النجده اشرح كذا كذا كذا. ما العربيات دي بتيجي ما هي شغاله 24 ساعه وخدمه ليك، فلازم تعرف ازاي تجيبها، ازاي تتعامل معاها. نعم. إلى فاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا أبرز الأخبار في الصحف القومية من خلال البوابات الإلكترونية. ونبدأ ببوابة الأهرام، حيث حذر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش اليوم من خطورة الدعوات المطالبة بإغلاق المسجد الأقصى أمام العرب والمسلمين، مؤكدا أنها تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن العالمي، وداعيا المجتمع الدولي إلى التحرك للتصدي لها. مفيش شك حضرتك في الفترة الأخيرة المسجد الأقصى ده يعتبر زي ما بيقولوا خط أحمر للعرب وللمسلمين بصفة خاصة. فكون إن إسرائيل تعمل دعوات، وكون إن إسرائيل بتنزل مثلا مرة وزير الدفاع ومرة مش عارف مين ومرة حاخام مين ومش عارف مين برضه عشان يمنعوا دخول الناس المسجد الأقصى، لا طبعا ده مرفوض، مرفوض قولا، يعني قولا واحدا زي ما بيقولوا. ما ينفعش إن أنت تيجي تقفل المسجد الأقصى كده وتقول لا ده في دعوات وفي ندوات وفي وتهيج الدنيا. ما إسرائيل بتعمل ده كل ده من وقت للتاني. المسجد الأقصى لا زيه زي الفلسطينيين زي غزة، خط أحمر زي ما سيادة الرئيس بيقول. ما فيش أي موضوع اليوم، مش هنسمح إطلاقا لحاجة زي كده. وحتى الدعوات دي أكيد مليون % هيقابلها دعوات تانية، لأن مش معقول دول هيبقوا عايزين كذا، لا في ناحية تانية. إزاي أنت تقول للمسجد الأقصى ما نقفش عنده؟ إزاي تعمل لنا ندوات وإزاي تعمل كذا؟ لا أكيد هيبقى في تناقض وفي آراء تانية وفي حاجات تانية هتحصل لو حصلت حاجة زي كده. هم ساعات بيقولوا إحنا هنعمل كذا، هم ما بيعملوش، هم بيرميها، بيشوف الرياكشن أو رد الفعل بتاعنا إيه. فبالتالي دي حاجة زي كده هم بيعملوها في المسجد الأقصى أو فلسطين، لا مرفوضة قولا واحدا طبعا. فبالتالي من الناس مش العرب مش هيسكت، وبالتالي احنا هنبقى في ندوات تانية وفي وقفات تانية، فهم حاسين بكده عشان كده رموها. فالمستشار الرئيس الفلسطيني لما عرف كده قال لك ده مرفوض، يعني ده مرفوض، خطوات استفزازيه طبعا يعني. ما هو عشان كده بقول لهم ده مرفوض. انتوا بتنادوا بحاجات زي كده، لا ده مرفوض. قبل ما تنادوا وقبل ما تندهوا لا ده مرفوض. نعم صحيح. إلى بوابة الأخبار، في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
التي تقدمها وزارة السياحة والآثار، أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من منصة رحلة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف، حيث تتضمن المرحلة الثانية إدراج المدارس الأزهرية الابتدائية والإعدادية على مستوى محافظات مصر ضمن منظومة الحجز الإلكتروني، بما يتيح لها تنظيم رحلاتها المجانية بصورة رقمية منتظمة. شوف حضرتك، عشان المشروع ده ينجح واحنا دلوقتي في اجازه صيفيه، نعم. سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي او حتى جامعه، نعم. لازم يكون في تنسيق مع المدارس. ما هو انت دلوقتي هنا انا عايز اطلع رحله، هطلع رحله لوحدي انا وزمايلي؟ لا، المدرسه تعلن من خلال التنسيق ما بين وزاره التربيه والتعليم وما بين وزاره السياحه وما بين وزاره التعليم العالي، ان في رحلات هتقوم من المدرسه والاتوبيس موجود في الحته الفلانيه. ما دام بتقولوا كله مجاني، طب انا هعرف ازاي؟ او ولي الامر هيعرف ازاي؟ هيودي ابنه ازاي؟ لازم يكون في جهه معينه تاخد ابنه وتجيبه له. وانت هنا منصه رحله بتقول ان هي مجانا وهيعملوها لطلبه الازهر وبالتالي للتعليم العادي، فبالتالي انت لازم تعمل حاجه زي كده. لا، نسق بقى وقول، اعلن في المدرسه اللي انت فيها ان في رحله هتقوم في يوم كذا بتاريخ كذا، مثلا المتحف المصري، مثلا للهرم، مثلا لكذا، على جميع المحافظات وبالتنسيق مع المحافظين. يعني دي عايزه تتم بالتنسيق مع المحافظين مع وزاره التربيه والتعليم. ويمكن الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع الاخير مع الصحفيين طالب بتنسيق كل الجهات مع بعض، خصوصا في اتخاذ القرار، عشان ما ده ما يرميش على ده وده يقول لده. فانت دلوقتي عايز تعمل رحله كويسه والناس قاعده في اجازه والطلبه، وده عايز تبعدهم بقى عن السوشيال ميديا وتبعدهم عن كده، اعمل بقى مع المدارس ومع التنسيق مع وزاره التعليم ومع المحافظين. انت اعلن في المدرسه ان في رحله كذا والرحله دي مجانيه، وانه كمان من خلال المنصه الرقميه. يعني ما انا بقول لحضرتك اهو بيعلن الجهات المسؤوله سواء ايوه في يبقى في المتحف تنسيق او في المعبد تنسيق او في من المسجد. السياحه والتربيه والتعليم للمحافظين. نعم. الاتوبيس مثلا هناخد النهارده محافظه مثلا كذا، بكره هناخد محافظه كذا، ابتدائي واعدادي وثانوي، اتوبيس او اتوبيسين ياخدهم. الطالب المصري او ولي الامر هيحس ان فعلا الدوله بتراعي ابنه في الاجازه زي ما بتراعيه في التعليم. فنرجو ان دي تتم، بس تتم بشكل كويس، تتم بتنسيق وتتم بحاجه. انت بتقول مجانا، الناس مش هتقول حاجه. الولاد بدل ما احنا سايبينهم للسوشيال ميديا وللموبايل وللمواقع الالكترونيه والمواقع مش عارف ايه والايه والايه، لا اعمل لهم دي. ودلوقتي هم اتجهوا للازهر دلوقتي ليه؟ ضغط خد الازهر، ما كانوش واخدين فرصتهم في الرحلات خالص. فدلوقتي انت خدتهم عادي، خد بقى المعاهد، خد الجامعات، خد الابتدائي، خد الاعدادي، خد الثانوي، وبدأ من المرحله الابتدائيه والاعداديه. ما لازم انت دلوقتي خلاص بقى الدراسه فاضل لها شهرين ثلاثه، استغل ديت بدل ما هو طالب وحتى اثناء السنه الدراسيه. ما هو في اجازه يعني نص سنه الطلبه بيحبوا قوي انه لو الرحله تبقى يوم الجمعه او يوم في منفذ بقى ليه اللي انت خده وديه من السبت والجمعه اللي هم اجازه دول، اعمل بقى رحله طلعه. يبقى انا بقول لحضرتك التنسيق مع التربيه والتعليم مع المحافظين مع السياحه هننجح المشروع ده. واحنا عندنا منصات كتيره، بس التنسيق زي ما بيقول الدكتور مصطفى بيقول مهم جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. ويعني احنا ماشيين في اتجاه انه كل الامور تنضبط من خلال المنصات الرقميه، وهيبقى التنسيق افضل اكيد. التنسيق ده مهم جدا. نعم، ما انا بقول لحضرتك الاساس كده. من بوابه الجمهوريه في اطار المتابعه المستمره للجهود المبذوله للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين بالمدن الجديده، تابعت المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سير العمل بعدد من القطاعات بمدينة حدائق أكتوبر، والتي شملت أعمال النظافة والصيانة والزراعة وحملات إزالة المخالفات واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وموقف تسليم المشروعات السكنيه. شوفي حضرتك وزيره الاسكان الدكتوره رندا المنشاوي في الفتره الاخيره بتسول وتجول في جميع المدن الجديده. بتبقى حريصه جدا، الناس دي خلصت، الناس دي يبقى يستلموا. الناس دي في تاخير، الناس دي في كذا. حدائق اكتوبر مهمه جدا بالنسبه لها، ومش اول مره تروحها على فكره. لا، ده هي من ساعه ما تولت المنصب، ويمكن دي ثالث زياره او رابع زياره فعلا تقوم بيها، لان الاخبار بتقول كده اللي بتجي لنا من عندها. فبالتالي هي بتتابع اول باول. فاحنا عايزين كل المدن الجديده او كل المساكن اللي اتعملت والمنشآت
تتسلم للناس، خصوصا اللي خلصوا، لان آه. دول خلصوا نعم. الناس دي خلصت، يعني خلصوا وعملوا الرسوم ودفعوا للبنوك كل ودفعوا هنا الحاجزين وخلصوا يعني هنا، من حقهم وحاجزين من حقهم ان هم يدوا الاستلام الاستلام طبعا. بتاعهم. في ناس طبعا. كتير جه عليها الدور، طب فين نعم. التسليم؟ مم. وبعدين تيجي تسلم تقول لهم في شروط كذا كذا، هيقبلوا، لان خلاص كله بقى اللي عايز يتجوز واللي عايز ينكر واللي عايز صحيح. واللي عايز فتفق. صحيح صحيح. انتهينا من البوابات الإلكترونية إلى فاصل، وبعد الفاصل أخبار المحافظات. ومن أخبار المحافظات نبدأ بمحافظة القاهرة، حيث قام دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة مفاجئة أعلى دائري السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام النموذجي لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة. وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المخالفين المتواجدين خارج الموقف. احنا هنا بنتكلم عن متابعة نشاط محافظة القاهرة. نعم. من وقت للتاني الدكتور إبراهيم صابر بصراحة بيقوم بصولات وجولات. نعم. بيتابع رؤساء الأحياء، بيتابع لأنه عنده الكم الكبير في محافظة القاهرة، بيتطلب منه مجهود، بيتطلب منه إنجازات، بيتطلب منه إنه يتابع المنشآت الحيوية. ويمكن من فترة كان الدكتور مصطفى مدبولي في وسط البلد بيتابع كل حاجة، وفي الصولات والجولات اللي هو بيعملها والحملات اللي هم بيعملها. نعم. بس لو سمحتي لي حضرتك لينا كلمة عتاب على محافظة القاهرة. يمكن الدكتور مصطفى مدبولي في أحد الاجتماعات طالب موضوع الكلاب على مستوى المحافظات. نعم. يعني الظاهرة دي هتفضل منتشرة لغاية إمتى؟ احنا بنقول دلوقتي يا دكتور إبراهيم بعد إذن حضرتك عايزين حملات على الكلاب. يعني الحملات الموجوده على الاسواق ليه؟ لان بقت منتشره بطريقه رهيبه جدا، خصوصا في الاحياء الشعبيه، ومش بس الاحياء الشعبيه، في الاحياء الراقيه يعني. وفي بعض المناطق بيبقى في ترويع للامنين يعني. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي بيحصل بقى اعتداء وبيحصل كذا. صحيح. في طب احنا دلوقتي في اجازه، فاللي رايح شغله الصبح واللي رايح كذا واللي رايح كذا، فلينا اعتاب على الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهره. ويمكن دي المره الثانيه ان احنا بنقول عليه وبنعاتبه بشده. انا عايز اقول لحضرتك الكلاب هنا جنب مبنى الاذاعه والتلفزيون، هو في يعني كل مكان في كل يعني مكان. طب فدلوقتي وبعدين ما دي خلي بال حضرتك برضو، يعني مش منظر مش كويس. وبعدين انت قلت ان تخصص مكان هنجيب فيه الكلاب دوت. طيب ما نبتدي بقى نشتغل، نبتدي نشوف هنعمل ايه، لكن اللي هي في تكاثر مستمر وفي تواجد مستمر ليهم، وفي حوادث كل يوم على فكره. يعني في يعني هتبقى ايه؟ طب بعدين فاحنا بنعتب عليه في الحاجه دي. عايزين بقى ايه؟ حاجه بحيث ان احنا نحس القاهره بدات يا جماعه اهو، ابداوا انتوا بقى في المحافظات الثانيه. ده اللي احنا عايزينه. يعني يا ريت هو ياخد اللقطه، لان هو كراجل يعني هو راجل محترم جدا وراجل ليه شغله وكل حاجه، بس يا ريت ياخد اللقطه دي عشان كل المحافظين او المحافظات تحظوا حظه ان شاء الله باذن الله. الى محافظه الجيزه، حيث اعلن دكتور احمد الانصاري محافظ الجيزه بدء اعمال تطوير وتوسعه ورصف طريق ابو صير الحومدية بطول 2.2 كيلو متر وبمتوسط عرض 11 متر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين. شوفي حضرتك، هي طرق والكباري وشبكة الطرق، نعم. كل ما كان توسع فيها واهتمام بيها، نعم. لا لابد وان تكون في سيوله مروريه. انا عشان اجيب سيوله مروريه لازم اهتم بالطرق.
لازم اشوف المطبات الصناعيه والمطبات العموله والمطبات الطبيعيه. دي حاجه بتبوظ يعني بتخلي سوق الرعونه الكبيره بتاعه السواقين واللي بيحتاجها. طب انت اعمل اكتر مع الاعمده كمان، اعمده الاناره على مستوى الطرق كلها في جميع انحاء القاهره، فيبقى في تنسيق ما بين وزاره الكهرباء وبين المحافظين للاعمده ديت. في اعمده معموله وشغاله ليل ونهار، طب ليه؟ ما بيجي عليها وقت ان احنا بنعوزها ما بنلاقيهاش. فبالتالي التنسيق المهم جدا لموضوع انشاء طرق ده مهم جدا. ويمكن سيد الفريق كامل وزير النقل والمواصلات قال ان كل ما كان عندك شبكه طرق ممتازه كل ما ادى انطباع للسائح اللي بيجي او اللي جاي زاير مصر ان هو بيحس بالامان، بيحس ان هو بيوصل بدري، بيحس ان يمكن احنا في حلقه سابقه قلنا ان دلوقتي كل وسائل المواصلات عندنا العالميه. اللي نازل رايح مشوار دلوقتي بياخد مثلا يقول لك انزل قبلها بساعه، دلوقتي بينزل بربع ساعه وثلث ساعه. حقيقي. بس عايزين شويه للطرق، يعني الطرق بعض الطرق دلوقتي بالارصفه المطبات الحاجات دي كلها عايزين ليها يكون في اعتناء. اعمده الاناره كذا مسؤول نكلمه عن الموضوع ده يقول لك لا احنا عملنا تنسيق وعملنا كذا. طب ما الناس عايزه فعل. لازم يكون في كذا. معلش الحكومه مش تعمل كل حاجه. المواطن بلغ، قول يا جماعه في كذا. ما انت ماشي بعربيتك لقيت في الدنيا ضلمه يقول لك كشافات. طب افرض انت ماشي في طريق ضلمه وكشافات العربيه مش شغاله عندك او كهرباء فاصله، هتعمل ايه؟ هتركن على جنب ولا هتمشي بقى سحلفه؟ ما هي دي محتاجه ان الواحد لازم يكون في انضباط معاه مع الدوله، الاعمده الاناره الطرق الكلام ده كله. هنقل لوحديها والله الحوادث هتقل لو طريق كويس وفي اعمده وفي بتاع. اصل استحاله انا هطير الا لما يكون في حاجه. يعني انت ما تعمليش طريق كويس وبندفع رسوم وبنسدد وبنعمل. طيب انا عايز بقى الخدمه. الخدمه تيجي لك منين؟ بتيجي من كده. المواطن عليه دور، لازم تحافظ على الطريق ده. لكن انت ما تجيش دي مربط الفرس. تيجي احنا بقى كمان لا مطلوب لازم مننا من ناحيتين، من ناحيه الدوله ومن ناحيه المواطن. لكن انت ما تجيش تيجي زي اللي بيعمل ايه؟ وسيله نقل عام اتوبيس جديد جدا وبتاع ما كملش شهر وتلاقي باظ. طب ليه؟ صحيح. انت فاهم ازاي؟ طب ليه يعني؟ ما هو ده ليك وزي ما هو عليك ليك، فبالتالي لازم انت تعمل كده. صحيح. إلى محافظة القليوبية، وصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملاتها الرقابية النوعية على الأسواق، وتمكنت من ضبط أحد محال بيع الدواجن بمنطقة شرق شبرا الخيمة لقيامه بحقن صدور وأوراق الدجاج بمادة باستخدام أداة حقن بقصد الغش التجاري والتلاعب في أوزان المنتجات لتحقيق أرباح غير مشروعة. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. كل ما الدكتور مصطفى مدبولي بيجتمع بالمحافظين يقول لك ضبط الأسواق قبل ضبط الأسعار. ضبط الأسواق، لأن لو الأسواق دي اتظبطت صح الأسعار هتتظبط. لكن أنت بالتالي بتعمل حملات من وقت للتاني. ماشي النهارده ظبطت طن، ما أنت بكرة هتاخد 2 طن برضه. طب احنا دي بتبقى راجعه لمين؟ في جشع من التجار، في طمع، في كذا في كذا في كذا. لا انا عايز اجيب، انا عليا ديون، انا عليا كذا، انا عملت كذا، انا عملت كذا، اضطر ان انا اجيب بسعر غالي. انت كمواطن ليك رؤيه انك انت رايح تشتري من حد معين. خلاص ليك حد معين تجيبه. ما يجيش يقول لك لا يا عم ده الحته الفلانيه فيها كيلو الفراخ ب 2 كيلو. الحته الفلانيه فيها كذا وتجري. ما انت بتجري على ايه؟ ما انت بتجري على انك بتجيب سموم من غير ما تعرف. فبالتالي المعلومه لما تجي للطب البيطري او لمباحث التموين او لاي جهه بينزلوا يشوفوا ايه الرخيص ده. هي المفروض ب5 جنيه بيع ب2 جنيه ازاي؟ ما هي بتبقى كده. انت بتنزل سعر حاجه معينه يبقى في انه واخواتها. ما ده لازم تبقى كده. فانت ازاي بتروح لحته كده؟ ما تروحش لحاجه رخيصه الا لما يكون عليها علامه استفهام. ما هو 200 كيلو. صحيح. طب انت بتدور على ايه؟ وفين؟ في القليوبيه. طب بعد كده تبقى في الجيزه، بعد كده تبقى في حته ثانيه. ما هو كله بيسمع وبيقول لك مش مشكله المعده بتهضم الزلط. زلط ايه؟ فانت كمواطن ليك وعي. ما ده اللي بنتكلم عليه طول الحلقه، وعي المواطن. لازم يكون عنده فكره. انا برايح الحته الفلانيه عارف انا هشتري ايه، عارف انا هجيب ايه. لكن الحق حلق حوش ده في كيلو مش عارف ايه ب5 جنيه، ده في كيلو مش عارف ايه، ناكل بيض بكذا. طب يا جماعه ما هو لازم يكون في توازن، لازم يكون عندك فكر ان انت رايح له. ما ينفعش. فبالتالي الدوله بتقوم من وقت لاخر بتيجي المعلومه بينزل يجيب. طب هو جاب النهارده 200 كيلو، طب ايه فين ال 200 التانيين؟ الاسواق الثانيه فيها ايه؟ ما هو في اكيد بلاوي فيها. فبالتالي لازم احنا المواطن يكون، والمواطن عنده وعي لازم تبلغ. يعني انا رحت جيت لقيت كذا، ده انت بلغ بقى وشوف الشكاوي دي معموله ليه. صحيح. ده رئيس الوزراء كل يوم والتاني يقول لك في هنا 2000 شكوى في الشهر ده، فين اللي ما اتعملش فيهم؟ هو بيتابع. فبالتالي انت ما يجي واحد يقول لك انا عملت شكوى يا عم واثنين وما حدش عمل حاجه. يا عم ازاي؟ ما انت تابع وشوف، لازم يرد عليك وبياخد موبايلك وياخد بياناتك، زي بلاغ النجده، زي بلاغ الحمايه المدنيه، زي بلاغ الاسعاف اللي قلنا عليهم. ما هو بياخد الداتا بتاعتك. الداتا بتاعتك دي نتيجه ايه؟ بيشوف بلاغك صح ولا لا، بيعاملك بيه. طبعا. فبالتالي انت لقيت حاجه زي كده بلغ بيها. صحيح.
نتمنى السلامة للجميع. يا رب. ما ده اللي احنا بنقول عليه، وبرضه بنرجع نقول ثقافة المواطن. ده حقيقي. ده في ده كل حقيقي. المجالات، يعني ما نجريش ورا اي حاجة وما نجريش ورا ده ونعمل ده، ما ده اللي بقول عليه. الكاتب الصحفي الأستاذ سمير ربنا الدسوقي، يخليك أنا يا أستاذ. بشكر وجود حضرتك معانا في انا هذه الجولة اللي بشكر الإخبارية حضرتك اليوم. وبشكر أسرة البرنامج شكراً. على الدعوة دي. ولو سمحتي لي حضرتك بس في خبر حصري. خبر حصري اتفضل. احنا دلوقتي كل الناس منتظرين نتيجة الثانوية العامة. أيوه. فكله دلوقتي مش حاطط ايده على قلبه، ده كل واحد دلوقتي ايه يعني بيقول لك الجو حر، بس هو مش حر لا هو حر ذاتيا. فاي اسره عندها ثانويه عامه فبالتالي في تصريحات طلعت، وفي بعض المواد اتصححت منها اللغه العربيه على حسب تصريحات السيد وزير التربيه والتعليم. هي يعني شبه رسمي منتصف الاسبوع القادم. يعني يعني ان شاء الله من فتره من 27 28 29 نهايه الشهر ده هتكون اعلان رسمي لنتيجه الثانويه العامه. المؤشرات كلها في معظم المواد بتقول ان هي شبه كويسه. في بعض المواد اشتكوا منها زي الكيمياء زي كذا، فهم ابتدوا كل شكوى ماده. يمكن وزير التربيه والتعليم ادى تصريح امبارح قال ان كل شكوى بيتعاد تصحيح الورقه مره واثنين وثلاثه لكل المواد اللي تم فيها الشكوى. نعم. سواء كانت مواد ناحيه العلمي او ناحيه الادب. فاحنا بنتمنى التوفيق ليهم جدا، وربنا معاهم ويعوض صبر اهاليهم خير، لان طبعا الاهالي والاسر هي اللي بتشيل الليله كلها. وحاجه ظريفه جدا ان هم بيعملوها كل سنه، عمليه الورود والبونبوني اللي بيوزعوه في اخر يوم دي ما كناش بنشوفها قبل كده. فيا رب تكون فعل حسن يعني ان شاء الله باذن الله. نتمنى لهم جميعا النجاح يا رب والتوفيق باذن الله ان شاء الله. بشكر حضرتك مره ثانيه، شكر جزيل. شكرا لحضرتك. شكرا فندم. شكرا. والى هنا وصلنا لنهايه هذه الجوله الاخباريه، بشكركم وتصبحوا على خير.